وعي الضحية النهاردة جايين نتكلم عن وعي الضحية ونفهمه أكتر. وعي الضحية ده عبارة عن إيه؟ هو شخص بيلقي اللوم أو شايف إن الحياة أو الشخص أو الظروف هي المسؤولة عن كل ما يحدث له. الآخرين هم المسؤولين، الآخرين دول أشخاص، أشياء، ظروف، دولة، أيا مكان، هم المسؤولين. او العكس، ان انا المسؤوله عن كل حاجه. ما هو انا عشان انا وحش فبيحصل لي كده، ما علشان انا مش عارفه عملت ايه فبيحصل لي كده. فدايما يلقي اللوم يا على الاخرين فقط يا على نفسه فقط. طب اعرف ازاي ان انا عندي علامات وعي الضحيه؟ اول حاجه اللوم. اول حاجه طول الوقت بلوم يا الاخرين يا نفسي. طول الوقت انا لا حول لي ولا قوه، وانا ما اقدرش اتصرف، وانا ما اقدرش اعمل حاجه، وهي دي امكانياتي وهي دي الظروف، وانا ما اقدرش اعمل حاجه. الحاجه التانية ان انا دايما بستنى الناس هي اللي تنقذني، هي اللي تقول لي الحل، هي اللي تساعدني، هي اللي تقدم لي المشوره. بكرر نفس المواقف المؤلمه. مبسوط وانا في الالم، انا بتبسط وانا في الالم، انا راضي، انا راضي ان الناس بتتعاطف معايا، انا راضي الناس بتهتم بيا وانا في مساحه الالم. محتاج دايما ان انا مش عايزه اتحمل مسؤوليه، انتوا قولوا وانا هعمل اللي انتوا بتقولوا عليه، عشان لو حصل حاجه يبقى انتوا السبب مش انا. فانا بهرب من المسؤوليه، برفض اي حلول ايا ما كانت. مش عايز حل، نجيب الحل من عندنا، نجيب الحل من عندك، هو مش عايز حل. طب هل في انواع لوعي الضحيه؟ في انواع. اول حاجه الضحيه الواضحه. يعني ايه؟ الضحيه اللي دايما مظلومه ومستسلمه، ما فيش حاجه، ما فيش في ايدي حاجه اعملها. في تانية الضحيه المتألمه، هي عايزه تعيش الالم، فكل شويه تحكي عن الالم، حتى لو الالم ده بقاله 10 سنين هي عماله تحكي عنه دلوقتي، فهي عايشه الالم. النوع الثالث هي الضحية الغاضبة. الضحية الغاضبة اللي فيها سخط، فيها لوم، فيها آم، انتقام. كل ده وعي الضحية بتاع الشخصية الغاضبة. أنا هنتقم من اللي حواليا، اللي حواليا هم اللي عملوا فيا كده. طيب في نوع تاني، النوع الضحية المبرر. ايه نوع الضحية المبرر؟ ما هو لو كان اللي قدامي ما عملش كده انا ما كنتش اتصرفت بالطريقة دي، ما هو اللي استفزني، ما هو اللي غلط في حقي الاول، ما هو اللي طلع اسوأ ما فيا. فده نوع من الضحية المبررة. طيب في الضحية المتجمده، اللي هي قررت ان هي توقف مشاعر، انا ما عنديش احس، انا ما عنديش خلاص، انا ما عنديش هتعامل بعواطفي تاني، انا ما عنديش هحب حد تاني. فقررت ان انا اتعامل مع الالم بالجمود، جمود المشاعر. طب ايه اسباب ظهور وعي الضحيه؟ ليه انا ببقى محطوطه في وعي ضحيه؟ ليه علاقه بفتره الطفوله. فتره الطفوله حصل لي حاجه من اتنين. اول حاجه، يا اما انا كنت في ظروف ومريت بظروف ومشاكل، انا كطفل صغير ليس لي القدره ان انا اواجهها، ماليش فعلا حل في ان انا ما اقدرش اعمل حاجه، فهي اكبر من قدراتي فتقمصت وعي الضحيه. او احد الوالدين عنده وعي ضحيه ونقله للطفل. نقله للطفل ازاي؟ طول الوقت يشاور له على الطرف التاني ويقول له شايف هو قد ايه ظالم، شايف هو قد ايه بيجي علينا، شايف هو قد ايه مهمل في حقنا. فنقل له وعي الضحيه. طيب ايه تاني؟ تكرار الخذلان. مريت بتجارب تكرر فيها الخذلان فاتثبت عندي وعي الضحية. طيب ايه كمان؟ البرمجة المجتمعية، ان المجتمع بيتعاطف اكتر مع المأساة، بيتعاطف اكتر مع المشاكل، بسمعك اكتر وانت عندك مشاكل اكتر من وانت عندك انجازات. بميل ان انا اساعدك وانت عندك مشكلة، مش حياتك عادية. فالبرمجة المجتمعية خلت وعي الضحية يبقى وعي جذاب اكتر للاهتمام. طيب ايه كمان؟ ان انا بالنسبه لي فتره الطفوله انا عشت فيها في الم، فبقت مساحه الالم دي بالنسبه لي مساحه راحه. فعقلي مرتاح طول ما انا بتالم، عقلي مرتاح طول ما انا بشتكي، عقلي مرتاح طول ما انا عندي مشاكل. ليه عقلي مرتاح؟ لان باخد اهتمام، باخد رعايه، باخد حب، باخد تعاطف، فانا مرتاح في المساحه دي. طيب نبدا نعمل ايه عشان نتخلص من وعي الضحية؟ أول حاجة أعترف بأن أنا وعي ضحية، دي أول حاجة. الحاجة التانية، محتاج أن أنا اتعلمت إيه الحاجة، المشكلة دي جاية عشان تعلمني إيه، أنقل نفسي لمساحة التعلم، اتعلمت إيه. طيب النقطة اللي بعد كده، الأشخاص أو الأحداث جاية عشان توصل لي رسالة وتمشي، فأسمح برحيل الأشخاص والمواقف. أبقى فاهم إن الشخص أو الموقف ده ما هو إلا رسول. مشكلتي مش معاك، أنا مشكلتي إن أنت جاي توصلني رسالة بطريقة قاسية أو بطريقة كذا، بس عشان أتعلم، مش عشان أفضل ماسك فيك أو عشان أنتقم منك. طيب إيه كمان؟ أدرب نفسي واحدة واحدة على فكرة الحلول.
ان انا بلاقي انا الحل، ان انا بدور على الحل، ان انا بتحمل مسؤولية هذا الحل، حتى لو المسؤولية دي ممكن تأذيني، بس انا بتحمل المسؤولية. فابدأ واحدة واحدة ادرب نفسي على ده، ارضى بان انا ممكن هلاقي حل ويطلع غلط، فانا قابل ان انا اغلط بس عشان هتعلم. الحاجات دي كلها بتساعدني ان انا اتخلص من وعي الضحية. طب لو تخلصت من وعي الضحية، ايه الفوائد اللي هتعود عليا؟ اول حاجة قدرتي على وضع الحدود. الناس اللي ما بتعرفش تحط حدود، الناس اللي ما بتعرفش تقول لا، الناس اللي ما بتعرفش تختار، راحة وصفاء ذهني. خلاص انا تخلصت من فكرة انا مفعول به، لا انا دلوقتي انا الفاعل، انا اللي بعرف اختار، وعندي القدرة على تحمل نتيجة اختياراتي. طيب العلاقات هتبقى علاقات اعمق، وهنا انا عايزة اتكلم على علاقة ثنائي شهير جدا، المنقذ والضحية. و... طيب زي ما بنقول ايه، طالما وجدت ضحية وجدت المنقذ، الاتنين دول بيرقصوا تانجو مع بعض. ففي ضحية ففي منقذ. طيب خطورة الثنائي ده ايه؟ ان الاتنين بيقعدوا يلفوا في نفس الدايرة، والاتنين بياخدوا بعض وينزلوا بالعلاقة الى اسوأ حاجة ممكنة. فمش صحي ان انا اكون ضحية لان ابقى عارف حواليا في منقذ، والعكس. الناس اللي بتقعد تقول انا بساعد الناس وانا بحب اساعد الناس، تبقي عارفة ان انت بتجذبي حواليكي الاشخاص الضحية عشان اكون انا منقذ. طيب مين التالت بقى بتاعهم؟ هو الشخصية الشريرة. فلازم هنشيطن واحد تالت عشان ابقى انا منقذ وانتي ضحية، وده الشرير بقى اللي احنا الاتنين بنحاربه. فما عدتش بشوف في الشخصية التالتة دي غير كل ما هو سلبي. خطورة بقى الثنائي بتاع الضحية والمنقذ ده ايه؟ ان بنقعد ننقل لبعض الطاقات السلبية. فالشخص اللي داخل عشان ينقذ الضحية بيطلع طاقته سلبية، بيطلع حياته مدمرة لان مركز تركيزه على الضحية اللي عايز ينقذها دي، بيشيل فوق طاقته، بيتحول مع الوقت لضحية من نوع اخر، ضحية الانقاذ. فمحتاجين ناخد بالنا، لو احنا ناس منقذة نبدأ نتخلى عن فكرة الانقاذ. طيب اتخلى ازاي عن فكرة الانقاذ؟ ان انا الشخص اللي يعاني على قد ما هقدر الجزئية دي بس هساعده فيها. بمعنى لو انا مع زميلة ليا او صديقة ليا وعمالة تشتكي من موضوع معين، اول مرة هي بتفضفض معايا وبسمعها كويس جدا، تاني مرة هي بتفضفض معايا برضه بس محتاجة نزود بقى حتة، طب نعمل ايه، طب ايه الحل، تالت مرة محتاجين نوصل للحل، سواء انت ممكن تعملي ايه او انا ابدا اقول لها هي ممكن تعمل ايه. المهم محتاجين نوصل لحل في المره الثالثه. المره الرابعه عملت ايه بقى في الحل؟ عملتي حاجه من اللي احنا قلناها ولا ما عملتيش؟ لقيتيها ما عملتش، اعرفي ان هنا ستوب، واعرف ان انا كده دوري معاها انتهى. طيب انا خلصت الساعتين او المده اللي انا قاعده معاها بيها، وانا ماشيه ما امشيش بقى بالطاقه السلبيه دي، اراقب نفسي وانا مخلصه الموضوع، مشيت خلاص، هي مشت وانا مشيت، مروحه بيتي، عماله افكر في الموضوع، عماله افكر لها في موضوع، متضايقه ومتعكرنه، ولما حد يجي يتكلم معايا اقول له انا متضايقه عشان صاحبتي، اعرف ان انت لسه متقمصه دور المنقذ. اعمل ايه؟ اقول انا عملت اللي عليا اتجاهها، واديتها ساعتين 3 4 10، انا محتاجه اشوف بقيه يومي، محتاجه اتوازن في بقيه يومي. فوقف تفكير. اوقف تفكير ازاي؟ من الحاجات اللي هتساعدني على وقف التفكير ان انا اخد قرار بان انا اوقف التفكير. الحاجه التانية بان انا ابدا اعمل تمرين الحضور. تمرين الحضور هيساعدني جدا ان انا ازاي اتخلص من فكره الشخص المنقذ. محتاجين ناخد بالنا من ده. اوقف تفكير في الضحيه، اوقف تفكير في ان انا ازاي انقذ صاحبتي دي. حلو ان انا اكون بنقذ اصحابي، لكن كمان محتاجه اكون بحط حدود لده، بحط حدود لعمليه الانقاذ. ما يبقاش يومي كله رايح على انقذها ازاي واساعدها ازاي. اتوازن انا كمان مع نفسي عشان فعلا اقدر اساعدها، وفعلا اطلعها من دور الضحيه اللي هي عايشه بيه. ده ببساطة وعي الضحية محتاجين ننتبه له. من المساحات اللي العقل بيضحك علينا فيها جدا، سواء أنا ضحية أو أنا منقذ، الاتنين وجهين لنفس العملة. أنا لايف كوتش شيماء حزة، كنت سعيدة معاكم وأتمنى أشوفكم على خير.